بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كتاب المدخل إلى علم السيرة النبوية تأليف أحمد بن غانم الأسدي. هذا الكتاب عقد فيه المؤلف 3 أبواب، فبدأ بالباب الأول عن تعريف علم السيرة وشرف هذا العلم وحكم هذا العلم، فقسم إلى قسمين: القدر الواجب والقدر المستحب من علم السيرة النبوية. ثم ذكر بعد ذلك مراحل تلقي هذا العلم، فبدأ يذكر متون السيرة المنظومة، ثم متون السيرة المنصورة، ثم ذكر عدة كتب للتحقيق العلمي في هذا الكتاب أو في هذا العلم. ثم ذكر بعد ذلك مصادر التلقي البياني في هذا العلم الشريف، كأن المؤلف أراد أن يتلقى الطالب في دراسة هذا العلم من متون السيرة المنظومة أو المنصورة، ثم يتجه بعد ذلك إلى التحقيق العلمي في السيرة النبوية، ثم يتجه بعد ذلك إلى قراءة الكتب التي خدمت السيرة النبوية بلغة أدبية أو لغة عسكرية أو لغة سياسية، لأن السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل الأجيال البشرية، وهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ثم عقد بعد ذلك الباب الثاني، ثم ذكر بعد ذلك الباب الثاني: منهج النقد لروايات السيرة النبوية. ذكر فيه 3 فصول: الأول منهج أهل العلم في أخبار السيرة النبوية، ثم الثاني مكانة علماء السيرة النبوية عند سائر العلماء، ثم ذكر بعد ذلك إمامين عظيمين في هذا العلم وهما ابن إسحاق والواقدي. ثم ذكر في الباب الثالث النظائر في السيرة النبوية. طيب، ما المراد بالنظائر هنا؟ النظائر جمع نظيرة بمعنى المثل أو الشبه، بمعنى ذكر المؤلف في الباب الثالث في الخاتمة في الباب الثالث ذكر كل الروايات المتواترة، وكذلك الروايات التي ليس لها أصل، ثم الروايات التي لا يصح فيها حديث، ثم كذلك الأوائل في السيرة النبوية، بمعنى الأوائل في غزوات الرسول، الأوائل في عبادة الرسول، الأوائل في أزواجه، وهكذا. فهذا الكتاب جدير بالعناية لمن أراد الدخول في هذا العلم الشريف. والكتاب من إصدار دار ابن الجوزي في المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.